مش عارف الدنيا كده مظبوطة ولا ايه؟ انتوا شايفين يعني الدنيا تمام؟ بسم الله. زي ما شفت كده في عنوان الفيديو او الثامبنيلز بتاع الفيديو، اللي احنا نتكلم عن الحاجات المتراكمة واحنا داخلين على الفاينل، وايه المفروض اللي تركز فيه وايه المفروض اللي ما تركزش فيه في المراجعات بتاعتك والحاجات اللي انت بتراجعها. من اهم الحاجات اللي لازم تركز عليها وهو انك تركز بنسبة 80% تركيز، ولكن لازم تركز على قد ما تقدر في الحاجات المهمة. في قانون اسمه باريتو بيقول لك انك تركز على الحاجات اللي بتيجي في الامتحانات بنسبة 20%، دي اللي هتجيب لك نتائج بنسبة 80%. مثال، انا داخل على الامتحانات والدكتور قال في مسألة كذا وكذا وكذا، المسائل دي كويسين ومهمين ولازم هاجي منهم في الامتحانات، فانا بمسك الامتحان بس بمسك المسائل دي واذاكرها على قد ما اقدر وما ذاكرش الكتاب كله، لان انت دلوقتي في حالة ضيقة جدا، وفي الحالة دي انت لازم تركز على الحاجات بس المهمة، مش تبص على الليلة كلها، وعلشان كده لازم تركز على الحاجات دي. فانا النهارده جاي اكلمك على حاجات مهمه جدا بالنسبه اللي هي بتساعدني ان اذاكر بفعاليه واركز على المواد، ولكن عشان تركز كده وتراجع ليله الامتحانات وتراجع قبل الامتحانات بحاجه بسيطه، حاول على قد ما تقدر ان انت لو كنت مركز في المحاضرات مع الدكاتره الحاجه دي هتساعدك بنسبه كبيره. طب انا دلوقتي ما كنتش بحضر اصلا في المحاضرات او في السكاشن او الحاجات دي. لو انت في الكليه، لو انت طالب في عام في الثانوي عامة او بتدرس في اي مدرسة او كده، فلازما انت كده كده بتحضر ولازما تكون كنت مركز مع الاستاذ اللي بيشرح لك. ولكن انا بتكلم لو انت كنت في كلية او كده والدكتور كان بيشرح لكم وانت كنت مركز بنسبة 50%، فانت كده هتطلع باكبر استفادة وممكن ممكن تجيب في التقديرات العالية. طب انت ما كنتش مركز مع الدكتور، فانت في الحالة دي هتعوز تعدي، اللي هو انا عاوز اعدي بس، فانت كده هتمسك الكتاب او الملزمة اللي معاك وتبدأ تركز على كل نقطة. طب في نقط كتير واقفة قدامي، انت فاهم؟ احاول اتناقش مع اي حد من صحابي اللي كانوا بيحضروا فيها، ما يبقاش عندك خجلان في الوقت ده، لان انت دلوقتي عامل زي اللي هو واقف على الحدود وهيموت. فانت لازما على قد ما تقدر في الوقت ده تبدأ تسأل واحد صاحبك يكون كان بيحضر مع الدكتور او مركز مع الدكتور، فانت لازم تسأل على كل نقطة انت مش عارفها، ما تحاولش تنكسف، لان في الوقت ده لازم تركز جدا على كل نقطة مهمة. ولازم تعمل بقانون باريتو اللي هو بيقول لك 20% من المذاكرة بيديك 80% من الانتاج اللي انت عملته. يعني انا بركز على اهم النقاط اللي موجودة في الفصل ده او اهم نقاط اللي موجودة في المادة دي كلها. انا دلوقتي بستخدم حاجات كويسة جدا بتساعدني في المراجعة. انا دلوقتي بحاول اظبط تايم او وقت للحاجة اللي انا هذاكرها، عشان احنا في وقت ضيق، مش عاوز اسيب الحوار فاتح على بعضه، لان لو سبت الحوار مفتوح على بعضه هفضل اقول لا يا عم خليها بكرة خليها بعد، وانا كده كده قاعد بقالي سنة يعني جات على اليوم ده اللي هيحل لي الدنيا، فانت هتلاقي نفسك بتأجل في الحوار. فانا حابب اكلمك على حاجه زي دي. انا من ضمن الحاجات اللي بستخدمها وهي كويسه، بمسك حاجه زي دي، بمسك قلم سبوره، بعد اذنكم بس عشان اعرفكم الليله كلها، بمسك حاجه زي دي وقلم سبوره زي ده، وافضل اشخبط، احاول اشخبط على قد ما اقدر، واكتب الاسئله واكتب شكل السؤال هيبقى جاي ازاي واكتب اجوبه عليها. عامه ده ورق عادي اللي هو الفلوسكاب، حاطط وراه ابلكاشه وقدامها ورقه بيضه عاديه وبكتب عليها، هو الدنيا ماشيه. الحوار مش انك تصعب على نفسك الحوار ولازم اجيب سبوره وبتاع، ولكن انا عندي السبوره اللي هي البلاستيك اللي بتتكتب بالوان، وعندي التابلت بالقلم بتاعه، ولكن انا بحب استخدم الطريقه دي كويسه جدا. فمن ضمن الحاجات اللي لازم تستخدمها انك تبقى تكتب كتير في الوقت ده، لازم تكتب كتير وتكتب انواع الاسئله اللي بتيجي في الامتحانات وتحاول تكتبها بشكل كويس ومتكرر، لان الاسئله دي هتلزق او هترتبط في دماغك جامد كتر ما تكررها وكتر ما تحل عليها. لازم تركز على النقطه دي. وتاني حاجه عاوز انبه عليها، انا كنت عامل سلسله بالنسبه انك داخل عليك امتحانات في القناه دي، كنت بتكلم برضو على حاجات مهمة وانت داخل على الامتحانات، ولكن الفكرة في الفيديو ده انك انت لسه ما دخلتش على الامتحانات، لسه قدامك اسبوع او اسبوعين، فانت لازم تركز على كل مادة. حاول تحط في اليوم بتاع لو انت عندك
6 مواد 7 مواد، حاول تحط في اليوم مادتين 3. ليه؟ عشان تراجع على المادة دي في الأسبوع بتاع 3 مرات أو 4 مرات، وكل مرة تذاكر فيها فصل أو 2. الموضوع صعب وعارف إنه صعب، ولكن لازما تركز وتدوس على نفسك، لأن هم كلهم بالكثير أسبوعين. وإن شاء الله لو اعتمدت الخطوات دي أنت هتجيب درجة كويسة في المادة دي. يعني أقل حاجة ممكن تجيبها 80%، بس لو أنت مركز بطريقة كويسة وبتراجع بطريقة كويسة وما عندكش خذلان، وبتحاول تسأل كتير، حتى لو بتسأل نفسك وبتسأل أي واحد صاحبك يكون كان مذاكر المادة دي أو كان بيحضر مع الدكتور أو الأستاذ اللي موجود معاك في المادة دي. فأنت حاول تركز في نقطة زي دي. بعد إذنكم أشرب بق قهوة. وبعد كده النقط اللي أنا حابب أتكلم عليها، حاولوا لو في أي مشكلة واقعة معاكم في أي مادة أو أي حاجة حابب اكتبوها في الكومنتات عشان أحاول أدور لكم على حل ليها ونحاول نحلها مع بعض المشكلة دي. فمن ضمن الحاجات اللي أنا كنت شايفها إن صعبة، مادة عندنا اسمها إدارة الإنتاج والعمليات. دي مادة في التجارة، من ضمن المواد بحس إن هي رخمة شوية، ولكن لما ركزت في سيكشن واحد بس عرفت إن المادة دي كلها بتمشي إزاي. وبحاول على قد ما اقدر امسك المساله واقعد كده قدامها، ما احاولش احل ولا اي حاجه. انا بمسك المساله احطها قدامي وامسكها كده، افضل اركز فيها كده واقول هي دي بتيجي منين، ودي بتمشي ازاي، ودي بتعمل ايه، ودي ماشيه خطوات ازاي، والستيب بتاعها ازاي، لغايه ما توصل الفكره في دماغي بتاع حل المساله وامشي فيها خطوه خطوه. طب انا دلوقتي بعد ما وقفت شويه اكتر على المساله وما عرفتش هي ماشيه ازاي ولا جايه منين، بروح ماسك المسألة دي ابعتها لواحد صاحبي او اديها شات جي بي تي، اقول له فكرة المسألة دي اتحلت ازاي، فيروح جاي لي ان الخطوات كانت ماشية كذا وكذا، او اسأل واحد صاحبي يبسطها لي اكتر. فدي خطوات بتساعدك انك تفكر وتحل معاك مشاكل كتير. وعلشان كده لو اي حد واجع معاه اي مادة او اي حاجة وحابب ان نساعد بعض، ممكن يكتب في الكومنتات ونحاول نبسطها مع بعض، او احاول اقول لك ازاي تذاكرها بشكل افضل. دلوقتي انت عندك مادة كبيرة قوي، انت بتسأل زمالك على الفصول المهمة اللي الدكتور قال عليهم او الاستاذ قال عليهم، وتبدأ الفصول دي تركز عليها على قد ما تقدر. طب انا خلصت الفصول دي، احاول اذاكر بقى الفصول الفرعية لان ممكن يجي منها اسئلة برضه، وبعد كده احل على الكل. دي من ضمن الحاجات المهمة. ولكن هتمسك كل فصل من الفصول اللي انت حابب تذاكرها بشكل كويس، هتكتب عنوان الفصل ده في ورقة فارغة. هتجيب ورقة فارغة زي كده ولا حاجة، ورقة زي كده، تكتب العنوان فوق، او تعملها كده عشان هنعمل زي نظام خريطة. هتكتب العنوان فوق او في النص، وتحاول على قد ما تقدر العناوين الفرعية اللي هي بتاع كل حاجة معينة وكل أسئلة معينة هتروح تفرع من العنوان الرئيسي ده عناوين فرعية، وكل عنوان فرعي يكون فيه سؤال أو 2 من الحاجات اللي موجودة في قلب العنوان الفرعي ده. وبكده هتكون لميت الفصل في ورقة واحدة أو ورقتين بشكل منظم. هتيجي بقى ليلة الامتحانات بالليل، هتروح مراجع على الورقة دي ودماغك هتسترجع المعلومات اللي انت كنت مذاكرها قبل كده. ولكن لو حسيت ان انت نسيت كل حاجة، حاول تراجعها تاني بشكل سريع وما تكترش في المراجعة في النقط دي، لان هتكتر في المراجعة دماغك هتتشتت وممكن يحصل عملية إخلال كده في المعلومات اللي عندك. ولكن انت لو كنت مذاكرهم بشكل كويس أول مرة، دماغك هتكون مستوعبهم بشكل كفاية، ولكن دماغك هتفضل تقول لك لا انت مش مذاكرهم كويس. فانت حاول تركز في نقطة زي دي. وفي الآخر حابب أقول لك لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد مننا. ويا ريت على قد ما تقدر تساعد القناة في انك تشير القناة لواحد صاحبك او تعمل سبسكرايب او تكتب تعليق، لان القناة جايبة لغاية دلوقتي السبسكرايب او المتابعين بتاع القناة واجعة خالص، والقناة مش عارف ليه مش شغالة. ويا ريت تساعدوا القناة، لان القناة بحاول اجيب لكم معلومات على قد ما اقدر تفيدكم وتفيدني، وبحاول اتعب على نفسي عشان اطلع بفيديو زي كده. فياريت تساعدوا القناة ان تنتشر في اقرب وقت ممكن. سلام.